jihaadka xukunkiisa iyo shuruudiisa iyo howlaha meelo badan xataa cumdihi khulaasadiisa baan ku gabagabaynay in badan cilmayno laakiin waxaan tilmaamaynaa maanta xukmul jihaad waa maxay xukmul jihaad اليوم inuu fardu cayn yahay oo jihaad fardu kifaaya ah ama sunna oo san jirin baan taqriirnaa jihaadku maanta waa fardu cayn ala alqadiri nin walbo muslim awooda inuu halgamo jihaadku fardu cayn buu ku yahay fardu kifaaya waa turaad fiqh islaami ah oo adilale oo xaaladiisa yimaada iyo waqtigiisa laakiin hadda waaqiceenna muslim aan ahaan markaynu fiirino culumaduna ay ka hadleen jihaadku waa fardu cayn waxaana keeni doona in culumada qaarkood qarnigii shanaad ama lixaad ee hijrada ay yidhaahdeen ama aljihaad اليوم فهو فرض على الأعيان waa qarnigii shanaad ama lixaad 900 oo sano ama 800 oo sano wuxuu yahay fardu cayn على الأعيان qadiyadaasi marka nuquul yaryar aan tilmaano oo xukumka guud ka hadlaysa al-Imam Ja'far at-Tabari tafsiirkiisa kutiba calaykum al-qitaal wa kurhun lakum ayada markuu fasiray wuxuu leeyahay huwa ala kulli ahad hatta yaquma bihi man fi qiyamihi al-kifayatu فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين كالصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم وهذا قول عامة علماء المسلمين وذلك هو الصواب عندنا لإجماع الحجة على ذلك halkaas soo ku gabagabeeyay hadii la helo jihaadkii dad ku filan oo gaaladii caabinaya oo dacwadii gaarsiinaya oo bir quwaaxayo ku ay muslimiinta difaacay ayagana halabsanaya jihaadku fardu kifaaya way taasna wuxuu yiri xujadu banaanka ay taala hadii laakiin la waayo man yaqum bil kifaaya oo noqoto xira ku gal oo inaga nala fiijisanayo oo guriyaha iyo xabaaraha la iskala baxayo marka xaaladdu way isbedesho Soomaha أبو بكر الجساس صوّح عليه تفسير أحكام القرآن كيسا مجلد كلبات صدح بقول طبانيا اللبا معلوم في اعتقاد جميع المسلمين مرن بمال أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة هذا ما هينه يعني جهاد فرض كفاية لما هي خلاف الآن وأنا إجماع هذه المسلمين تمر أي تبريدين قالوا أي وررتهاي إن جهادك فرض عين ونقون يمحوها على جميع المسلمين ابن حزم أصنمك قضية ذكال محلها مجلد كتضبات لما بقول سقاشن لما وحوليها إلا أن ينزل العدو فرض كفاية وكسوها الله كذب وحول إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم هدي لكن عدو وطن إسلام وكسو الدولة بخارى قعنطة يدي كبحضي موس كان لبا بقوله سنة كتلين عاصمة روشك دولة عثمانية أوائل واقع أودة بضني لبا بقوله سنة هيستي وموس كان مقالوينكم مسلمين تكمل أحيل اسكدا وحكا ليه وعسكد له قيدي يوروب وإن يرأى وولي بسيدي دانيري الله في جستان نقصو هاري مربع أدون كون أولا لقي قاعد أندلس قرمي قعنطة يدي كبحضي magaalada u dambeysay Qirnaata qarnigii 9aad ee hijrada bay gacantana ka baxday 600 sano ka hor bay gacanta ka baxday intaas oo balado muslimiina tagtay marka qarya min qura muslimiin hadii la soo dol fadhiisto jihaadku wuxuu noqon ibn Hazm hatta dhahiri fardu ayn ala kulli qadirin ighathata almuslimina fi hunak Abu al-Hasan al-Wahidi asagu wuxuu leeyahay al-ijma' al-yawm murun hor iska jooji ala annahu min furud al-kifayati illa an yadkhul al-mushrikuna diyar al-muslimin فإنه يتعين على كافة المسلمين إلى أن يقوم بكفاية من يصرف وجوههم تفسير البسيط مجلد كأفراد بقول صدني اللبو ابن حزم وحليس سوى مجلد كتضباط لبو بقول سقاشن اللبو القاضي أبو محمد ابن عطية تفسير كساسنا وحولي آيات دي بقرة مركو فسرها واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية فإذا قام به من المسلمين عفوا فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين هل كاسنا كوكا بقبيي تفسير كيسة مجلد ككوبات لما بقول سيديتا إيا سقال وتفكيسة المحرر هذا إنو يال رقاس علماء أن كوكا بقبيي وذا سوى هوس الدقي القاضي أبو بكر من العربي سوى حويري
500 أفرتني صدح أيو دنتي وحدعي كرت هذا كان بينه قبل 40 عاما ويلي هذا الكاس وحاول إن الجهاد فرض بإجماع الأمة جهادك هو فرض كقول كورمك لغا فيريو سننك كما ترسنا واجباتك هي فروضك ترسنيا لكن فريضته تتنوع لكن فريضته تتنوع تارة على الأعيان بنزول العدو على موضع أو تضييقه على أرض فلزم جميع الخلق النفير إليه والنصر وتارة على الكفاية انت مركو يدوح وأما اليوم هولها وأصل كبير تنظير كوي أما تطبيقي هذا واقع اللوسو الدقو وأما اليوم فهو على الأعيان لأن العدو في كل قطر قد استولى على بلاد الإسلام واستفاء أموال أهلها فيتعين دفعه عما بقي واستخراج ما استطال عليه من يده لكن ذنوب الخلق غلبت عليه فتقاعدت بهم حتى تكون الغلبة للكفار. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم صفحة أفرتن يتضب إلى أفرتن يسيديد بسدا كدادا إمامك وحو حكومي إنو سنهض جهادك أهين فرض كفاية أو فرض عين. لماذا؟ عدو بقى ميل كستو مسلمين تهلابسان هاي أو كأود بدن أو بلاده اللوري أو حولوه دي دعا هاي أيقنا عديد قلية وحواجبة انت لمنا إلا الدفاع الهور يستاغو وحي قعنتودا قلانيا لغا سو بخيو بو ليه فرض عين waa laga wareegay فرض كفايه. الامام ابو عبد الله بن سعيد بن ابي جمره الاندلسي كتابك اديجنا محوها ابو جمره ولادك اسكلا حقنا شرحيه وحوري اسو لم يختلف احد من العلماء ان الجهاد اذا كان واجبا على العيان لا يستأذن فيه الابوان مثل ان يغشى العدو قرية قوم فيتعين الجهاد على الكل دون استشارة احد لاحد لا ولد لوالد ولا عبد لسيد. وإذا كان الجهاد أحكام تذكروا مركب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها وإصلاح شرح أبي جمرها مجلد صدحات بقول أفرتن يشن مقدمة داسي محان لنا هاي جهادكم ما أنت وفرض عين على القادرين والمتمكنين إن إرشادي حسان أي قادرين يا إن ضعفيهن نول بتبرتيسي وحول الله بن هي قيمين تسمى دام أن أود هي الدولة وحقيمي سو رجع دغه ku dhufato bixisa oo raga kala socdo madha aan la haynin adoo muruq weyn baad dhihi kartaa qaadir mi caajiz baad tahay nin sakaradana qaadir baahay buu dhihi karaa laakiin tandiirku waxa weeye ninka qaadira jihadku xunkiisu maanta waa fardu cayn kifaa'i ma aha waana ijmaa'ul muslimiin sidaa darteed maalikiyada dambeys hadda koor baan ka hadlay wada hawshaasay ka hadleenba الحافظ أبي عبد الله الفاسي إيوه الفقيه ابن سودة إيوه التاود إيوه نينك أشريفة المساني السنوسي إيوه رقا صورنا بأيقو وحيكاها اللي انقضيو دينا مفروغ منها طاي وهذا أيسان ماشا بأولين وفرض كفاية سقط عين الباقين سقط ما بطالي دفع سائل بان كجيراني من قريها لقو قالي وعروتي هاوين كل لغة هيستو إيوه بكيريو دي قيبنا لقلو وريقاي بان نهايبا مقدمة اللبات